جديد ويوم جديد عليكم ان شاء الله. بشكر كل متابعيني، وعايزين نوصل الحلقة دي يا جماعة ل1000 لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس يوصلكم من كل جديد. صفقات الاهلي صفقات الاهلي اليوم. اليو ديانج يا جماعة، يعني بنسبة 95% مضى ل بره، وان هو ممكن يعني خلاص اليو ديانج كده بره حسابات النادي الاهلي. يعني اليو ديانج كده من خلاص، يعني من الموسم الجديد كده اليو ديانج خارج حسابات النادي الاهلي. بالنسبه لابراهيم عادل، يعني وارد ان هو الاهلي يكون معاه صفقات، معاه بيدرس كل الصفقات المحلية والقارية، وإن شاء الله بإذن الله يعني الأهلي بيجيب صفقات قوية جدا جدا جدا، من خلالهم فيستون مايلي لاعب بيراميدز، خلاص هيبقى في آخر الموسم ده هيبقى فري، ما مش مربوط بأي عقودات، مش خلاص يعني بيراميدز مش عارف يجدد له، وهو حابب ان هو يلعب في النادي الاهلي، حابب ان هو يلعب في النادي الاهلي. وسام ابو علي برضو في كلام، يعني احتمال الاتنين المهاجمين دولت يكون من اقوى بقى المهاجمين في النادي الاهلي الموسم الجديد. وسام ابو علي برضو يعني خلاص هو حابب النادي الاهلي ولبس التيشيرت النادي الاهلي، وحابب وياسين منصور يعتبر مثلا خلص معاه في نسبة 85%، مش هنقوله مثلا 95 ولا 100%، لا 85%. تسيبوا ال15% دولت يعني ربما بيراميدزي ممكن يخش في الصفقة، ممكن يخش في الصفقة بفلوسه، ممكن يخش بفلوسه، بس هو يعني حابب هو النادي الاهلي، مش حابب اي يروح في اي فريق تاني غير للنادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله يعني التوفيق، كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يعني يكون الموسم الجديد بقى موسم جديد للنادي الاهلي. خلصنا كده ملفات الاهلي وتمام، نخش بقى على الزمالك يا جماعه، يعني ان شاء الله باذن الله هيلعب في افريقيا، يعني ان شاء الله باذن الله تكون البطوله دي من نصيبه، والتوفيق كله لنادي الزمالك، والحظ وكل حاجه لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله، والفوز لنادي الزمالك والصعود بالبطوله. بعد ما الاهلي وبيراميدز خرجوا والمصري